اليوم نعاودوا القصه ديال واحد 3 البنات. هاد 3 البنات كانوا في واحد المدينه من المدن ديال الاطلس الكبير، تيخدموا في الصناعه التقليديه، تيصاوبوا داكشي ديال الصناعه التقليديه اللي معروف بالاطلس، دوك الزرابي ديالهم ودوك الحنابل ديالهم وداكشي. خدامين عند واحد السيد. هاد البنات بعد الحاله الاجتماعيه ديالهم هما بنات ما متزوجات شي، كبار في العمر، كبار عاديين، 24 عام 26 عام 28 عام، بنات عاديين ما متزوجين شي، واعيات، خدامين على والديهم. كانوا هما 3 البنات خدامين عند واحد السيد، داك السيد عنده الدار ديالو، وفي الدار ديالو ديال واحد المرآب، واحد الكراج، وتما ديال البنات تيخدموا. هاد 3 البنات كانوا خدامين عنده، حاجه اللي صاوبوها تيهبطوها السوق تيبيعها، الصناعه التقليديه. 2 بنات كانوا مصاحبات، والثالثه كانت صاحبتهم. فهمتوا اش بغيت نقول؟ 2 مصاحبات، صحابات، بحال نقولوا دي زامي، الاخرين كاماراد، اخرى كاماراد. 2 مصاحبات على كل شيء، يخرجوا بجوج ويجيو بجوج ويهضروا بجوج ويضحكوا بجوج، والاخرى خدامه معاهم، ولكن بيناتهم غير بخير لاباس كذا كذا كذا. كانوا تيخدموا عند داك السيد، حيت هما جاو من الجبل وتينعسوا عند داك السيد ديالهم، واحد البيت تينعسوا فيه، ولكن في الماكله هما حرين. كانوا 2 بنات تيخرجوا ياكلوا بوحدهم، دوك القهوه تما وداك الشيء تيدبروا لها كاسكروطات، وهي تاكل بوحدها. كان شويه واحد بيناتهم واحد مشادات من تحتها ما بين دوك 2 بنات وديك البنت. اولا ديك البنت كانت عفيفه، ما عندهاش علاقه بالعالم ديال الاولاد والبنات والحب والصاحب، ما عندهاش بهذا الشيء هذا. دوك البنات لا، كانوا زوينين ولكن ماشي احسن منها، الجمال ديالها كان فايق الجمال ديالهم. وكانت هذيك ثقيله وتتهضر قليل، والاخرين واخدين عليها النظره ديال كامبوه. كانوا عندهم علاقات مع اولاد برا، كل وحده عندها خليل ديالها. هادشي باين كانت تيجلسوا كيما تتعاود هي وتعاود من الدار، كانوا ديما البورطابل وديما الضحك وديما كيهضري معاه كيهضري معاه، هو عيط لك، محافظين على الرانديفوات ديالهم باش يخرجوا مع دوك الاولاد اللي مصاحبين معاهم دوك الزوجات. ولكن ديك السيده عندها الدنيا هانيه، البرنامج ديالها واقف، تاكل تخدم تاكل تصلي تنعس تمشي تشوف دارهم، من تعطى هذاك السيد داك الوقيت ديال الفراغ ديالهم، بحال نهار في السيمانه تمشي تشوف دارهم. وهادشي اللي كاين. هما لا، ديما خرجت بجوج ديما جيت بجوج، عكر هذا المكياج كذا، تيصاوبوا تيتقادوا لانه تيتقادوا الخرجات ديالهم. كانوا بعض المرات تردوا الحديث تيقولوا لها ودي راه واحد ولد شافك وزعما شكرك وقال لك هذيك البنت بشكل وكذا وبغيت نتعرف عليها وكذا وكذا، تقول لهم لا ما نتعرف مع حد. كانوا تيخرجوا 3 بعض المرات وهما تيديروا ميعاد او رانديفو كما تيقولوا مع دوك الاولاد اللي معاهم مع اصحابهم، تيدوا معاهم. ولكن بعض المرات تيجيبوا ثالث، تيجيو دوك 2 ولاد معاهم واحد ثالث، تيقول لها شتي هذا الولد رجع على ودك، انا بغيت نتعرف معاك كذا وكذا وكذا وكذا. تتقول لهم لا. حاولوا عده محاولات باش حتى هي يكون عندها خليل، خرجوا 3 هي ما بغاتش، وهذا الشيء جعل واحد شويه الكراهيه بيناتهم وما بقاش يحملوا بعضياتهم، بقاو يتباعدوا منهم. هنا واحد النهار داك مول الدار داك المعلم ديالهم قال لهم ودي من تخرجوا تاكلوا، بعض المرات وحده تجي اخرى باقا ما جاتش، اخرى تاكل، اخرى تضيعوا الوقت. انا اضطريت ندير لكم واحد القضيه، عندي واحد المحل في الدار فيها تيت كوزينه صغيره في الدار، غنخليها لكم، غناخذ لكم البوطه وناخذ لكم ديك الاواني ديال الطبخ فاش تطبخوا، ونعاونكم شويه نجيب لكم الخضره وكذا وكذا، بقاو طيبوا راسكم هنايا، بقاوش تاكلوا في الزنقه، وتكونوا حدايا قراب ليا. لا بغيتكم انا حداكم حيت هو ساكن الفوق في الدار هو ولادو، لا بغيتكم نلقاكم موجودين، لا كانت شي حاجه كذا كذا، كلوا هنا وشربوا هنا، بقاو ديروا اتاي مع 4 وديروا قهوه مع العشيه وديروا كذا وديروا كذا. نتوما خدامين وهذا وتتبقاو تخرجوا، انا غادي نشرب قهوه ورجع، انا غنجيب هذه ورجع، راه هادشي تيضيع لنا الوقت. اتفقوا على هذه القضيه هذه واتفقوا باش يبقاو ياكلوا كاملين في الدار.
بقاو تياكلوا كاملين. ولكن الماكله ديال ديك البنت العفيفه اللي غنسميوها عفيفه ماشي هي ماكله دوك البنات. بدا بيناتهم شويه ديال انا ما بغيتش، انا ما نطيبش هذه، لا تطيبي هذه، لا غسلتي الماء وانت ما غسلتيهم شيء كذا كذا. وشي ولا تيقول لها مثلا غسيل الماعن في الطياب تيقول لها ونوبتك. اول ما دايرين شيء مثلا هما ثلاثه كل وحده نوبتها، لا نوبتنا حنا بجوج ونوبتك انتيا. بحال اليوم حنا بجوج ولا غدا انتيا، حيت حنا تناكلوا بجوج تنجلسوا بجوج تنبغيو ماكله وحده بجوج، او تعزلوا عليها تماما. بقات الامور غدا بكاك. ولكن كاين واحد التشنج، واحد انشقاق وقع بعضياتهم، ولاو هما شادين فيها القشابه تيهضروا فيها. المعلم مول الدار كان من جهتها تيقول لها عندك تتبعي هذوك، هو ما تيهموش اش تيديروا برا، ما تهموش غلاتو، لكن تيقول لها عندك تتبعيهم، عندك تخرجي منهم، راه ولادي تيقول عليهم شي حاجه خايبه وانا ما نقدش نهيهم، انا متنهيهم تيدوروا فيا يقولوا غنمشيو بحالنا وانا ما نقدش نهيهم وانا ماشي باهم، ولكن تيهمني انا هي الخدمه وكذا كذا، عندك تتبعيهم. عندك كان ذاك المعلم تيشكرها عليهم، وهذا الشيء كان ثقل الخبر هما وزادهم كراهيه ليها. واحد المره وهي طرا واحد الطامه الكبرى، واحد المره جا واحد من عائله ديك البنت العفيفه، وهو موظف عزري، ومشى خطبها من دارهم وساقوهم الخبر وعرضت عليهم. جاو الخطوبه وشافوا داك الدري وسيم وموظف ومؤدب، وشافوا الزهر اللي عندها، وشافوا كيفاش تتعامل معها وكيفاش تتعامل معها، حيت ولا من بعد خطبها ولا تيجي بعض ما حتى الخدمه يهزها، عنده واحد الطوبيل صغيره تيجي يديها، بعد ما تيجي يجيبها، انت تبغي تمشي للبلاد تيدوز عليها تمشي لدارهم. وشافوا علاقته بها، جلسوا معهم في قهيوات، جلست هي بحضور الخطيب ديالها معاهم، بعد ما تيعرض عليهم شي قهوه ثلاثه، تيشوفوا داك السيد كيفاش تيتعامل كيفاش تيهضر، وهما اللي تيقولوا حنا ما عندنا زهر كما نقولوا مصاحبين مع دوك شي واحد جوج شمكره مع دوك النوع ديال خوادريه في شي شكال، شتي نتيا ما عندي ما نسالك. هما مصاحبين مع هذا النوع، هما تيشوفوا واحد الدري ولد عائله في هاد الجهه هادي. هنا الفقصه والحسد بقات، وبقاو ما تساهلوش، شوفي كي تدير ماكلتها، شوفي كيفاش بغات تضحك معها، المهم نخلها، شوفي كذا كذا، تعرف داك الحسد. هنا دخلوا معاه في واحد القضيه اخرى، توصلوا التليفون ديالو وبقاو تيعطيو شي صحابات تعرفوا معاهم في المدينه، وتيعطيو لخواتاتهم يتصلوا به بالتليفون في انكوني بلا ما يديروا الرقم، تيتصلوا به وبقاو تيعمروا عليها، تيتصلوا تيقولوا السلام عليكم هذا فلان، انا خويا غير فاعلة خير، بغيت نهضر معاك. هذيك البنت اللي خطبتي راك انت ما عارفاش مزيان، هذيك راه كنصلقوطها الصراحه، وعندها واحد كذا حدا الخدمه فين تخدم سميتو دريس، راه هو اللي عنده باتيسري، راه هو كذا كذا، تيغرقوا فيها، تيكتبوا ليه دي ميساج، شويه تيشوفوا شي بنات تيتصلوا بها هي، تيقول انت ما عرفتيش هذيك خينا هذيك الطوموبيل ما تيهبطوش منها البنات، مطلع هذه مهبط هذه، وراه كذا كذا، وراه دير لك هذه اللعبه، وراه شحال من بنت خطبها وبقى معاها مده وفي الاخر ساسها وكذا، عرفتي. خرقوا داك الراجل وخرقوا ديك البنت، ولا شويه ولا الشد والرد بيناتها. هي مسكينه نيتها تبقى تعاود تقول لي ما عرفتش شكون اتصل به وقال ليه تيقول لا حنا سامعين عليه زعما بشي شكل داك خينا، سمعنا عليه ماشي مزيان، سمعنا عليه فاسد، وسمعنا عليه كذا، بخاو يفرقوها معاه باي وجه كان. ولكن بلطف الله ديك البنت واحد المره هضرت مع داك الولد وجلسوا في الطابله كما تيقولوا، وحطوا كاع دوك لي ميساج اللي تيجيوهم وداك الشيء اللي تيتصلوا به، وعرفوا بان لا يستبعد باش يكون دوك الجوجات هما اللي تيديروا هادشي، حسب ما توصل ليه هو وهي بان هما تيديروا داكشي. ولكن كان هو بعقله وكان تيفكر مزيان، قال لها شوفي من حدك خدامه بديك الخدمه، ومن حدنا باقي ما تزوجناش،
وبحق دا غادي تستافدي منك فليسات تشدي، وانا خدام شي ندير عرسنا صبري وما ديهاش فيهم. المهم حنا عقنا بهم ما ديهاش فيهم. ولا تجي عندهم تجلس معاهم تقول لهم انا تفاهمت معاه، وتيقول لي خلي اللي بغى يدير شي ميساج يديرو، واللي بغى يدير شي كاد يديرها، واللي بغى يدير شي حاجه يديرها، ما بقاش تيهمنا، تتمعني عليهم. هنا وصلوا لحد ديال الفقصاق كما تيقولوا، واتفقوا باش ينتقموا منها باش ما يكونش داك العرس. اش داروا؟ اتفقوا وتقربوا ليها، ما بقاش ديك التشنج بيناتهم داكشي، ولا تتقربوا ليها ولا تضحكوا معاها ولا فطروا كاملين، طلعت الطريق انا خصني الموبايل كذا كذا، داروا النوبه، ما بقاش غير جوج ولا ثلاثه. قالوا غنهنيوك بالطيب فلان، انت تعرف طيب فينا مزيان، وحده فيهم قالت هي الماكله زوينه انت تبقي طيبينا ديما كذا كذا، وبداو تياكلوا وبداو تيطيبوا، بداو تيطيبوا وتياكلوا الجميع. ولكن داروا واحد الخطه، في الماكله العاديه تياكلوا الجميع، لما تيديروا دي السلطه دي شلاطه، ما تيديروا شلاطه كل واحد الطبسيل ديالو، ما تيديروا شي عصير كل واحد الكاس ديالو، من تيديروا شي شربه كل واحد الزيفه ديالو. وهنا بداو تيلعبوا لها. شنو تيديروا لها؟ وحده عندها راجل اختها خدام في واحد المعمل، وداك المعمل تيخدم واحد النوع ديال الدجاج خاص، ما نقدش نقول لكم اش من دجاج بالضبط والنوع وكذا كذا، لانه بعد العقول اللي هي خبيثه غيبقاو يستغلوا هذا الكلام ويمشيو يديروا شي مصيبه. واحد الدجاج لما تيطلقوه تيوليك بحال الرمل. دخلت شي مره عنده داك المعمل، شي مره دخلات راجل اختها وشاف داك الماء كيفاش تيخدموا، وشاف داك الرمل محطوطه، قال لها هذه راه ماشي رمل، هذه رجاج، هذه رجاج، وهانتي تشوفي هي رمل دابا ياك، هذه رجاج ولكن تيدوب في الماء، شوفي كي تيدير انت، ها هو مابقاش باين. هذا بالماء دابا اللي يشربوا الله يحفظ، راه خطر عليه هذا الماء هذا. حدا فيهم خدات هذه الفكره هذه، جات قالت لصاحبتها، قالت لها شتي فاش فين خدام راجل اختي تيخدموا واحد الدجاج، وداك الدجاج عرفتي تيطحنوه باش يخدموا به، تيردوه رمل، وداك الرمل تيقدو يدوب كاع، يدوب ما يبقاش يبان، تيخدموا به دي ماتيريال على الله تيخدم داك المعمل. وما يوليو خداو واحد الكميه من داك الدجاج، ولاو تيدوبوه مع الماء، ولا تيدوزو للسيده في الشلاضه، في الصبه، في العصير، في المناضه، تيدوزو ليها بوحدها وهي مسكينه تشرب فيه. بدات البنت تتحس بالالم، بدات البنت ترد، بدات البنت تضعف، دخلت البنت داك الميدان ديال الطب، وبدات غادي بها الطبيب، جايبينها للطبيب، طايحه لهم سخفانه منوضينها، دخل راجل على الخط، بقى داك الراجل اللي غنقول راجل هو خطيبها، ولا مسكين طومبيتو تيهزها، تيديها للمدينه، تيديها لكذا، تيديروا التحاليل، كل طبيب باش يخرج لها من دواء. البنت ما بقاش تقد حتى تنوض، ما بقاش تقد تنوض، ولاو تيخدموا بوحدهم، ما بقات تتغيب، تيمشيو يشوفوها، تيطلعوا عليها بالعصير، قراعي العصير، تيطلعوا عليها بشي مويكلا، شي ديسير فيه ديك الماده هذيك، واخا تيطلعوا عليها مريضه تيزيدوا هذيك الماده، ما بقاش تيهمهم انها تفارق مع هذاك، لان شافوها شاد فيها، واخا مرضات طايحه الله تشاد فيها، ولاو تيفكروا باش يقتلوها، باش يسموها، وهذا نوع من السموم. هنا نقول واحد القضيه على الدجاج. واحد السيد كان في واحد الشركه في الدار البيضاء، نقولها بالزربه، وديك الشركه كانت تصاوب الكيسان، دوك الكيسان الغاليين، كاس بالله وداك الكيسان الغاليين، هما تيخدموا بالدجاج. وداك السيد، وانا عشت هاد القصه هادي شحال هادي مع داك السيد مسكين فاش كنا في الدار البيضاء، وداك السيد كان راجل مزيان وكان راجل كريم، وكان تيق فيه داك مول المعمل، تيق فيه واحد الثقه كبيره، كان داك مول المعمل يهودي ويهودي مغربي، وكان تيق فيه واحد الثقه كبيره، تيبغي بزاف وخلي ليه كلشي في يدو. وكان داك السيد ديما تيهز دوك الكيسان
تيهزو وتيهز مثلا 10 د الباكيات ولا 12 مره تقول له ودي هذا الشيء خصنا نديوه الناس يتعاملوا معنا، هذا قايد، هذا بوليسي، هذا الباشا، هذا فلان في الضريبه، هذا في كذا، تنعطيهم دي كادو. كل مره تقول لها غندي شي كادو، تقول دير كلشي ديالك، دير لهم، لا عطيتيه دير لهم شي كادو، دير ما كاين باس تدي. ولكن مسكين كان هو ما قداش الماندا، وكان داكشي تيديه تيبيعو، ما كانش تيعطيه كادوات، كان تيبيعو. وداك اليهودي كان ديما في فرنسا تيجي باش يطلع المعمل ديالو وداكشي وتيمشي، ولكن المسير ديالو واللي مسير العمال ومسير الخدمه ومسير الالات هو داك الراجل. واحد المره داك اليهودي وصلت الخبر بانه راه من تياكل ياخذ دوك الكادوات تيبيعهم. داك الراجل كان محتاج، كان عنده ولاد بزاف. هو يجي عنده وجلسو، قال لي ودي وصلتني واحد الخبر، وهذا الخبر فيها بانك تتهز كيسان ولكن ما تديهمش تبيعهم، ما تديهمش تعطيهم دي كادو، تتبيعهم. علاش تديهم تبيعهم؟ المحل كله ديالك، هاد المره ديالك، واش خصك زياده نزيدك؟ عمرك ما قلتيها ليا. انا تقول لي ودير القضيه زيارات او دير عندك شي ولد تنعاونك في الاعياد، تنعطيك اللي بغيتي، تتهز اللي بغيتي. ايوا قول لي اودي نعطيني واحد 10 دابا كنبقى نبيعهم، او قول لي زيدني فلوس. علاش انا توصلني هاد الخبر وتاكدت منها؟ علاش؟ وكلشي ديالك تسرق قال ليه ديالك. ما تبقاش دير هادشي هذا، بغيتي حاجه خذها بالعلاني، ماشي تاخذ داك تمشي تبيعها. وداك الراجل مسكين اللي ضرب مع داك السي شي 30 عام ولا 35 عام، لما سمع داك الخبر مشى لواحد الدجاج مطحون وهز واحد الكمشه وبقى يخشى فمو، تيشرب الماء، تيخشى فمو، تيشرب الماء، انتحر. بكى عليه داك اليهودي ودار ليه جنازه كبيره، وعاود قصته وصلتنا حنا وحنا بوليس في ذاك الوقت، عاودناه حتى هو تيبكي، قال ودي كلشي ديالو، ما رضاش مسكين، ما رضاش بديك الغلطه. باش ليكم الله يحفظ، حتى هادشي راه من السموم، ردوا لكم وليداتكم على الدجاج ولا كذا ولا كذا، حنا تنهضروا صافي. هاد البنت هادي في الاخر، هذاك الخطيب ديالها استشر مع شي حد عنده علاقه في الطب، وقال لها ودي راه ما بقينا حل، ودابا التحاليل تيخرجوا لينا بشي شكل ما فاهمينهمش، يعطيونا الدواء التحاليل. قال لي شوف عنده واحد غنمشيو انا وياك الدار البيضاء. وكان ديك الساعه يلاه بدا داك تحليل الدقيق، تحاليل الدقيقه، التحليلات الدقيقه. وبدا ديك الساعه يلاه بداو تيشدوا تحاليل من هنا من المغرب وتيصيفطوهم من الخارج، تيصيفطوهم فرنسا، وتيتسناو داك التقرير اللي غيجي عليهم. مشى خداو الدم ديالها وخداو ليها البول ديالها وخداو لها الريق ديالها، خداو داكشي كله وصيفطوه لبرا. جا داك النتيجه ديال الخبره فيها بان هاد البنت خدات واحد النوع تتاكل او تيوكلوها واحد الماده عندها علاقه بالدجاج، وهي سامه، وتتاخذها على ما خداتش واحد كون خدات شي دوز كبيره كون ماتت، ولكن تاخذ بشويه بشويه، تاخذها بشويه بشويه، تاخذها بشويه بشويه، تاخذها بشويه بشويه. هاد البنت خص الماكله ديالها تولي تحت المراقبه، خص الماكله ديالها تولي تحت المراقبه، ما تبقاش تاكل نابورت كوا. اي حاجه اللي غتاكل هي اللي غنعطيوها واحد لا ليست، الماكله اللي يمكن لها تاكلها اللي غادي مع الدواء اللي غنعطيوها، اللي غتعطيوها الدواء الفلان، نعطيو لهم الدواء اللي غيعطيوها، ومع واحد الريجيم اللي غدير يمكن تشافى. ولكن خصها هاد البنت راه في خطر تدخل للسبيطار. البنت لما جاو دوك التحاليل، هذاك الطبيب اللي ولا مكلف عليها مسؤول بها هنا في المغرب قال لها ودي خصها تكون سبيطاليزا، خصها تنعس. دخلوا البنت نعسات، داروا في ذاك الكلينيك فين نعسات الماكله اللي غتاكل، الماكله اللي ما غتغيرهاش، عطوها ان ريجيم سبيسيال خاص، ولاو تيزوروا عائلتهم ومنعوا لعائلتهم يجيبوا لها شي حاجه الماكله. صحاباتها ساقوا الخبر وجاو عندها، وربي كبير، جاو عندها صحاباتها وجايبين معاهم واحد العصير، لقاوها هي في السيروم حالتها حاله، وقالت لهم رانا كنت ناكل السم، عرفت فاش تناكلو، وهاش كاين هاش كاين هاش كاين، دابا داروا ليا. وحده فيهم جبدات واحد
رايبي الى نقولوا رايبي، قالت له شوفي هذا العصير ها هو، انا جبنا لك غير العصير، جبنا لك شويه د الرايبي غير باش تنفعي شويه وكذا كذا كذا. قالت لها لا قال لي ما تاكلي حتى حاجه. قالت لها هذا غير رايبي وكذا وكذا. هما تيهضروا معاها تيتناقشوا معاها باش يشربوها رايبي او يشربوا العصير اللي جابوا. ودخلت واحد الممرضه قالت لي السلام عليكم. السلام. قالت اش تعطيها تما؟ قالت لها لا جبنا لها غير هذا باش تمعش به وكذا. قالت لها لا ما تعطيوها والو، حتى حاجه ما عطيوها لها، ارض داكشي اللي نعرفك حيدوا هادشي من هنا. قالت اخرى لا ما تخرجيش. قالت لها لا نخرجوا. ما تخرج. قالت لها نخرجوا. قالت لها نخرجوا حتى تبغوا تمشيو بحالكم واجي خذوا من عندي من المكتب ديالي. قالت لها غتعطيه لينا هنايا. قالت لها لا ما يبقاش عندكم. قالت لها شوفي انت ما تشربي حتى شي حاجه، ما تشربي حتى شي حاجه، ما تاكلي حتى شي حاجه. تزيدوا معاها في الهضره. الاخرى شدت داكشي قالت لهم هادشي اللي جبتوا ليها جايبين في واحد الصاك داك الحليب وداك التخربيق وداكشي جايبينو. قالت لها هادشي ما غاديوش، الا بغيتوا تحطوا في المكتب ديال الممرضه حتى تجيو خرجوه. انا مراقبها ودمت تحت مراقبه تحت عائلتهم كلهم تنقلبوا باش يدخلوا عندها. حتى حاجه ما تاكلوا الا الحاجه تعطيوها حنايا. وقع واحد النقاش. كان واحد البوليسي اسس على واحد مسجون تما، بوليسي اسس على مسجون كما كاين في المستشفيات. هذاك البوليسي دخل قال لهم مالكم؟ قالت ليه كذا كذا كذا. وعطاو السيده ديال هذا داكشي ديال المكتب ديالها تتبغيو تمشيو نطلعوا. قالت لا لا غنمشيو بحالنا دابا، عندنا داكشي ديالنا. قال لها وانت زوروا السيده مالكم؟ لا لا غير تعطينا ديالنا غنمشيو بحالنا. هذيك الفرمليه هضرت مع البوليسي وما يقولوا لهم اتفقوا، قال لهم هذا الشيء ما غيخرجش من هنا تعرفوا اشنو فيه. حيت جاو يزوروا وما بغاوش يطلقوا من دوك المواد، هما باقي الزياره ما داروا حتى 5 دقائق وشويه شافوا الاخر غادي خصهم ياخذوا داك الشيء، شافوها شادين داك الشيء راهم نمشيو بحالنا، بغينا نمشيو بحالنا، ردينا ديالنا نمشيو بحالنا. تتقول لهم الفن يعطيو شي مريض هنايا ولا عطيو لهاد المسجون، لا 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 غنديو غنمشيو بحالنا. هنا قالوا ما غيمشيش هاد الشيء من هنايا، ما غيمشيش. عيطوا للطبيب، قالوا الطبيب سيدي هادو راه جابوا لي هاد الشيء هادو وهادو راه خدامين معاها وما بغاوش. دابا قال لك لا، ملي شافونا زيرناهم بغاو يمشيو بحالهم. قال الطبيب هاد الشيء غيبقى لنا حتى نشوفوه، شوفوا شنو فيه. وبداو تيغوتوا مع الطبيب عطينا ديالنا ما عطينا ديالنا، واش بغيتوا تشربوا نتوما بغيتوا تاكلوا نتوما. قال لهم والله ما يخرج هاد الشيء من هنايا، تعرفوا شنو فيه. البوليسي قال لهم عرضوا التعريف ديالكم. البوليسي عيط لهم خدا التعريف ديالك انت، التعريف ديالك خدا دوك المعلومات كامله. قال لهم كنتو تمشيو سيروا الله يهنيكم. خرجوا، وحده فيهم خرجت والاخرى جات الفرمليه قالت لها الله يرحم والدي غنتهلا فيك، غنتهلا فيك مزيان وغندور معاك وعطينا داك الشيء الله يرحم باك نديوه. قالت لها اش غتعطيني؟ قالت لها نعطيك 20,000 فرانك. الاخرى خرجت عند البوليسي قالت لها السيده ما تخرجش من هنا، راه كاينه شي حاجه. جات عندي اش قالت. البوليسي لقى عليها القبض واتصل بالديمومه وجاو البوليس تما وداو السيده وشدوا صاحبتها للباب ديال السبيطار. تمت الارتشاء، اي بغاو يعطيو رشوه مقابل ياخذوا ديك المواد ديالهم يديوها. ربي معها يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى. شدوهم وخذوا داك الشيء وعرضوا داك الشيء على المختبر. واشنو لقاو بانه فيه سموم. هذاك الشيء جايبينه فيه سموم، السموم اللي خرجوا في التقارير اللي جات من الطب الدقيق، من التحليل الدقيقه اللي جاوا من برا تاكد لهم بان هذاك الشيء فيه سموم. هنا هزوهم وداهم السلطه القضائيه، وفي السلطه القضائيه ظهر الحق وزهق الباطل واعترفوا. هذه تتقول هذه لا، هذه اللي تتجيبوا جابتوا النهار الاول، هذه تتقول لا هي اللي تديروا لها في الماكله. اي بجوجهم داخلين في هذه القضيه ديال التسمم. هذيك البنت دوزت واحد الوقت كبير كما تيقولوا تقريبا واحد الشهرين تاع الكلينيك وهي تتعالج. هذوك تفضحوا بداك السموم اللي الغيره والحسد ما دايره لهم والو. الغيره والحسد شوفوا وصلتهم. وهنا تنقول واحد القضيه للاسف، شحال من بنت تكون صعبه مع شي بنت، خواتات نقول صحابات خواتات، غير الاخرى تتزوج قبل منها والاخرى تدير سكتاك. عرفت علاش؟ هكا البشر دايرين. ماشي تنقول تنعمم جميع البنات، لا بعد البنات تدخل مع صاحبتها صحابات، غير تشوف شي واحد بدا تيهضر مع صاحبتها بغا غير يتفلى ما تيهمهاش، ولكن صافتو بدا تيتقرب ليها وبغى المعقول وبغى يتزوج تتلقى تتنقص وتتلقاش تبغيها، تولي تكرهها
وتخلق لها مشاكل. وشنو بغيتي عنده؟ شوف كيفاش تيدير، ولا باش عنده تنتيا انت كدير مع شي حاجه راه باغا في شي شكل هو راه زعما انا براسك والله ما نتزوج به، او لا تدخل في التخربيق تمشي دوز ليه بالليل تقول اسمع انا بيني وبينك راه مثل الحرام، المهم خلي هادشي بيناتنا، انا غير بغيت ننصحك ما تدخلش بها للزواج. واش عشنا فيه وشفناه، حسدوها على الزواج، حسدوها على الجمال ديالها، بغا يطبوا فيها بغا يقتلوها، تقدموا للمحكمه تحكموا 15 عام الوحده، 15 عام، وراه رحموهم عطاهم 15 عام، لان التسمم راه تيمشي حتى المؤبد، راه التسمم راه تيمشي حتى الاعدام، مشي ل 20 عام و30 عام ومشاو للحبس وفلت ديك البنيه والامور مشات كما هي بغى الله. تزوج بهذاك السيد وعايشين هانيين، والاخرين مشاو 15 عام. الا كانت شي وحده فيهم عندها 26 شوف فوقاش غتخرج، الا عندها 30 عام غتخرج في 45 عام وهما تما. هضرنا على هذه القصه هذه على التسمم، وعندي شي حاجه اخرى على التسمم، ولكن خلينا نديروها في حلقه اخرى ان شاء الله. وما فيها باس كما ولفتكم من المستملحات ديالي، غنقول لكم واحد المستملحه، واحد القضيه عطرات جديده فيها مستملحه عطرات والله الا باقي ما صدرش، يمكن الحكم باقي ما صدرش فيها، وخصني واخا نقول ما نقولش مواليها لان الحكم باقي ما صدرش. ولكن لما عاود عليا السيد اللي مشى عيد وجا وعاود عليا والله الا ضحكني. شوف العقليه الناس كيفاش تيخموا، شوف العقليه كيفاش تيخموا. واحد الرجل ما مجوجش، هو كبر شويه في العمر ما مجوجش، كانت عنده شي امراه وقع ما وقع بيناتهم وطلقها. وديك المراه الاولى عنده كانت رقيقه، وهو ما بغاش رقيقه، بغا غليظه، لانه كما تتعرفوا بكري كانت المراه الغليظه زعما مقبوله، كلشي تيبغيها. كما انا عندنا دابا في الصحراء ديالنا العيالات تيبغيو الغلاط، ولكن راكم تعرفوا بان المعايير ديال الجمال تختلف حسب الثقافات، كل واحد كي تيبغيها. هو كانت عنده رقيقه ما بغاش وخدا وحده غليظه، ولكن خداها غليظه ضبان خداها ضبان. وهنا تنحيي واحد استاذه في القانون، استاذه كبيره ما نقولش لافونكسيون ديالها، وهي كانت غليظه وعزيزه عليا الله شهد، وكنا تنضحكوا معها تنقول لها ضبان. تنحييها دابا غتسمعني وغتقول عليا ضبان تنحييك. وهذا السيده اللي خدا هو وبغاها، وواحد المره مشى يفصل لها جلابه، مشى عند الخياط بغى يتبرع عليها، فصل لها جلابه بحضوره. وانا تيعجبوني الرجال اللي تيمشيو مع عائلاتهم عند الخياط، والمراه تمشي مع رجل عند الخياط، لان المراه تمشي مع رجل عند الخياط وتتقول حتى هي تقول الراي ديالها، لا الفيستا ديالها من هنا تكون ديال غير فتحه وحده، لا هاد اللون ما جاش معاك كذا. كما قلت لكم واحد المره كاين راجل تيخرج من دارو هذا الكول ديال قدام مرتو تيهضر معاه بهذا الكول، تقول مشيتي ولا انا غادي سير والله ما تقول لي صوبوا. بعض علماء النفس تيقول لك عوج شي حاجه فيك شو ما تكونش تصلحها لك، الا كانت تصلحها لك راه تديها فيك وتتهتم بك، ولا ما صلحتهاش لك خلاتك خارج عوج ولا لابس ما تداش لك حتى في اللباس ديالك ما تتهماش تما شنو غتجيب لها. وحتى الراجل اللي شي مراتو تلبس شي خربقه دربقه وتخرج بها وما تداش فيها راه ما تداش فيها في كل شيء. هذا الراجل كان راجل تيفهم ومشى مع عند الخياط، هو يقول الخياط عافاك دير جلابه شويه تكون واسعه شويه، المراه شويه راك عارف. قال لي الخياط تكون هاني. مشى خيط الجلابه مشى بحالته. المراه بدات جابتها للدار، قالت لها جبت جلابه بعد ما خيطها الخياط. قال لها مزيان لبسيها وهي تلبسها وهي تجي مزيره. قال لها جلابه مزيره ويلي صدرك كي داير واش غتخرجي هكا ولا وهذا كذا. قال لها انت كذا وهذا. هذاك السيد شافها مشى عند الخياط هذه الجلابه خلى مرته ويدخل عند الخياط. قال لي السلام عليكم. قال لي السلام. اخويا الجلابه اللي خيطتي المراه انت مزير عليها واش درتيها بالعاني ولا غتخيط المراه غتخلص لي الثوب والجلابه عطاها ديال مرتك داش مرتي انايا تخرج من المراه صحيه من الناس ما تصحيهم ولا تخرج قدام الناس وكاك
قال لي الاخر اسمع السي ما تغوتش عليا، مرتك جات عندك، ها هو المعلمين جالسين معايا، وقالت لي عافاك ما ديرش داك العبار اللي قال لك راجلي، نقص لي العبار من هنا، نقص لي العبار ونقص لي العبار وعجبها. قال لي مرتي، قال لي ايه، هو رجع للدار هز الجلابه. قال لي انت واش رجعتي عند الخياط؟ قالت لي رجعت حيت جاتني شويه من هنا وجاتني شويه من هنا. قال لي شنو؟ جاتني من هنا. هو يسلخها، بغيتي تعراي، بغيتي تخرجي كاسيات عاريات، بغيتي باب هو يسلخها، هز الضربه بلا جلابه بلا هادي، مع الله طاكسي 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 عند خوها. مشات جابت واحد خوها، وجات معها امها، وجا معها خوها الصغير، خوها الكبير وخوها الصغير وامها واختها، وجاو هما يجيو للراجل. جاو تقول لي علاش ضربها ما تضربهاش، وهي تبدا واحد الصراع. ومن المصيبه الكحله في ذاك النهار هي مشات تتغوت وداك الشيء، واحد خويا ساكن حدا خبر جاك سمعت ما في الدار تيبردوا على الشيطان وهي دخلوا ديك العائله دخلات، قالت لي ما تضربهاش ما تضربهاش، وانا ندخل هو يعطيه هما يتشادوا، اضرب يا ما تضرب، ضرب يا ما تضرب، تيدابزوا. ندخل هو شاف خوه الاخرى صحيح مشى للكوزينه، هز واحد فور شيطان تهز في يدو، جاي تاخذ زعما غيخلعوه، ضربوه العيني، ضرب خوها العيني، دلعاها مستديمه، مشات ليه العين تماما، خشالي في عيني، مشات العين وتشدو تما. عطيني نعطيك نم كان مشى فيه، الاخر تعطي مرتو طيح اللي بالي شحال ضرب، ونوضوها روينه في ديك الدار، الاخر تضرب عيني طيح، مات، ناري مات، والدماء يتهبط. تدخل ديال البوليس ندوهم الكوميساريه، الام الكبيره في السبيطار ناعسه، مول العين لا في السبيطار، وتبين بانه ما يبقاش يشوف، مشات ليه العين. خوه تعتقل، مرته تعتقلت، تعليمات وكيل المالي قال كل شيء تكرتيس، هما تشدوا كاملين، كل شيء مشدود، كل شيء عنده الضرب والجرح المتبادل كذا اللي في السبيطار اساسي عليه وكذا، كل شيء وهذا قدموا المحكمه باقي ما تحكموش بالبراز، باقي ما تحكموش. سيدي تيعاود من عائلتهم، وكان تيعاود عليه بواحد الحصر حيت بقاو فيه، ولكن بغيت نعاود هادشي. شوف على مشاكل كي دايره، شوف واحد النوع عندنا باقيين ديال البشر، باقي واحد النوع ديال البشر اللي تيتقدم للمحكمه على والو، يمشيو للحبس على والو، ويتقاتلوا على والو، هما اللي تلقاوهم امام الباب ديال السجون واقفين، هما تلقاهم قدام الباب ديال الكوميساريات واقفين على الدعاوي الخاويين. بحال هادشي قضيه خاويه، جلابه عريضه قصيره، حيد عليها انت كاع ولا فتح وحده اخرى ولا وسير بعدا ديال بحث، وجي يقول علاش درتي هكا، علاش زيرتي ما زيرتي كذا، ربما تشرح لك حتى شي شرح حتى لذاك المشكل، او تبدلوا مع شي وحده في العائله اللي رقيقه ولا كذا ولا كذا. حرب صيفط عائله كلها للحبس، كلها في السبيطار، هذا السبيطار، هذا في الحبس، هذا. نتمنى من الله هذه الحلقه ديالهم تعجبكم، هذه الافادات تاهما يعجبوكم. وعندي واحد التحيه خاصه اليوم، تحيه خاصه لواحد الناس اللي شفتهم ومنسيين وما تعرفوا بحد، اللي تنحيوا من المنبر، هما الناس اللي تيسوقوا القطار، جلست مع واحد السيد تيسوق القطار، تسوق تي جي في، وجلست مع واحد السيده تنحيتها هي تسوق تي جي في، ساكنه في قنيطره، جلست معاهم عاودوا لي على المحن ديالهم، وعاودوا لي على الخدمه اللي عندهم، وعندهم على الضغط اللي تيكون عليهم، وردان ديال تيردوا بالهم في الطريق، واش تيطلب منهم من جهد في العمل ديالهم. خصنا نحيوا هاد الناس هادو، نحيوا الناس يسوقوا القطار هنا في المغرب، وتنحيي المسؤولين على السكك الحديديه كما حييتهم شحال من مره عن المحطات القطار اللي عندنا في المغرب، واللي الحمد لله في مستوى ديالهم، واحد المستوى عالي، واحد المستوى اوروبي اللي عندنا، وما لحد الساعه ما خرج حتى شي عيب ولا شفنا شي حاجه خايبه في المحطات ديالنا ديال القطار. كل شيء زوين الحمد لله في محطات القطار، واللي يمكن لي يجاوبني في لي كومونتير، حتى لا كان شويه بعض المرات الروطار ديال التران جا روطار، هادشي راه عادي وراه في العالم كامل الا بعض الدول. وتنحيي مره اخرى الناس السائقين ديال القطارات، وشدوا على يديهم تشوفوهم، وحيوهم بديكم ديروا ما كامل تشوفوهم طالع القطار في الراس ديال القطار ندوز من حداه. والسلام عليكم ورحمه الله.